علم تكشن يا دوري الآن أن هناك اجتماع رفيع المستوى في مدينة جدة يعقد لإدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي لمناقشة وضع الجهاز الفني في الفريق الأول لكرة القدم. وعلم تكشن يا دوري أن قرارا مرتقبا خلال ساعات سيصدر بتكليف الكابتن سعد الشهري كمدير فني لفريق النصر بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم. غرم العمري، أنت تعرف سعد الشهري، تعاملت معه، إيش رأيك في الفكرة هاي؟ لا طبعا، تبغى الصراحة أنا رأيي أبو بدر، أنا ما أتمنى يمسك سعد الشهري حاليا. ليه؟ لأنه وبصراحة من المدربين اللي قادمين بشكل جدا ممتاز وبشكل مرتب وخطوة بخطوة. توك تقترح من شوي، توك مقترح حاجة تبي تلبسها يوسف خميس وناصر الجوهر. لا 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 لا، انت تقول انت قبل شوي تقول اسماء المدربين الوطنيين اللي موجودين في النصر. انا نسيت بعد علي كميخ برضه مدرب مؤهل انه يمسك. صحيح. انا اتكلم يا ابو بدر، انا بالنسبه لي سعد الشهري والله ما اتمنى يمسك حاليا، ليس تشكيك في قدراته، ولكن اتمنى انه سعد يستمر خطوه بخطوه خطوه بخطوه، لانه ماشي كويس مع المنتخبات فات السنيه، لما كان مع النصر، لما كان مع القادسيه حقق نتائج جدا ممتازه. وسعد الشهري مدرب شاب. نعم. لما يدخل في هذا الوقت في الضغوط اللي عايشها النصر، الضغوط نعم. الجماهيريه، الضغوط الكبيره، اعتقد ان اخاف. نعم. انا اثق في سعد، لكن اخاف تاثر عليه ابو بدر. طيب.